بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: المستشرق الألماني ساخاو والبيروني. المستشرق الألماني ساخاو ولد عام 1845 وتوفي 1930. هذا مستشرق ألماني بارز، وأجاد العديد من اللغات الأوروبية والشرقية، واتجه إلى الاهتمام بموضوعات عديدة ودراسة إسهام البيروني. هذا العبقري صاحب تحقيق ما للهند من مقولة: مقبولة العقل أو مرزولة، والقانون المسعودي في الهيئة والنجوم، والجماهر في معرفة الجواهر، فكان موسوعيا. واعترف ساخاو بأن البيروني أعظم عقلية عرفها التاريخ، هكذا قال. وبالفعل هذا المستشرق الألماني مستشرق عظيم أنصف الحضارة الإسلامية، وله مؤلفات متعددة للغاية. من أعماله فارس المخطوطات الفارسية والتركية والهندوستانية والبشتوية في المكتبة البودلية، وفارس المخطوطات السريانية في مكتبة برلين في مجلدين. كذلك قام بإعداد بحث عن الإسلام في صقلية في الذكرى المئوية لأماري عام 1910. وتعتبر شهادته عن البيروني شهادة منصفة لمستشرق ألماني عظيم قدر هذا العالم الموسوعي. البيروني يقدم لنا رسالة عبر القرون مفادها الخروج خارج سجن التخصص، فكان موسوعيا. وكتابه تحقيق ما للهند من مقولة: مقبولة العقل أو مرزولة، المعروف بتاريخ الهند، اهتم به المستشرقون، بل واستفاد منه الإنجليز في احتلال الهند. وكان يجيد العربية والفارسية والهندية، وتحدث عن الأنثروبولوجيا الاجتماعية ما بين الهند وما بين طبقات الأرض والجواهر وبين الفلك، فتنوعت مؤلفاته بشكل عجيب للغاية. وكان من ضمن الذين عاصروا السلطان محمود الغزنوي صاحب الفتوحات الواسعة في الهند. هناك عالم من لبنان هو نجيب العقيقي، أصدر موسوعته الرائعة في 3 أجزاء بعنوان المستشرقون، وخصص قسما فيها عن المستشرقين الألمان، مع ملاحظة أن الألمان لم تكن لهم مستعمرات في الشرق. هناك من الألمان من كان متعصبا، هذا أمر واضح، لكن هناك من أنصف الحضارة الإسلامية، مثل زيجرة هونيكا صاحبة شمس الله تسطع على الغرب، وأنا ماري شاميل عميد الاستشراق الألماني صاحبة كتاب دير الإسلام، ومورغان لاند أبن لاند التي قالت: لا تلوموني في حب محمد عليه الصلاة والسلام، فقد تعرض لأكبر مؤامرة تعرض لها إنسان على مدى التاريخ. وأوصت أن يكتب على قبرها عبارة: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وكانت قد أجادت 18 لغة وألفت 100 كتاب، وكانت محبة للعرب والإسلام بشكل كبير، وعاشقة لتصوف مولانا جلال الدين الرومي. بالفعل ساخاو مستشرق ألماني عظيم أنصف الحضارة الإسلامية، وله مؤلفات متعددة. وأنصف البيروني هذا الموسوعي العظيم الذي تعلم منه الغرب. شكرا جزيلا.